ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشين من الفيديو اللي فات. النهارده معانا بقى، بصوا الوصفه دي حلوه قوي وما كلفتناش حاجه خالص، بسبب احنا بقى جايبها من بره بتبقى غاليه جدا. والطحينه انتوا عارفينها، انا عملتها في البيت، دي الطريقه بتاعتي. بصوا بقى اللي هيجي يقول لكم بتتعمل بمكون واحد وكده، ده عايز مشاهدات وخلاص. الطحينه دي الاصليه، بصوا ملهاش حل وطعمها رهيب بجد. مكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. وما كلفتناش حاجة، يعني عملت معايا. بصوا البرطمان ده اصلا ده كيلو، البرطمان ده كيلو، وهنا وفي نص واحد تاني، يعني عاملة كمية بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. فانا دلوقتي عايزه اوريها لكم بقى بتتعمل ازاي الحاجات الحلوه ديت الموفره، بحيث ان احنا يبقى عندنا الحاجات دي عندنا في البيت، ما نضطروش ان احنا نشتروها من بره، بسبب الحاجات بقت غاليه جدا اصلا. فاهو حاجه عملناها ونضيفه وعارفين الالات والمكونات اللي استعملناها، واهو. وعايزه اقول لكم بصوا قوامها عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفه. بصوا، لا واللون بتاعها حلو جدا بالظبط زي الطحينه اللي انا بجيبها، وهتلاقوا نفس اللون. لو هتلاقوها في فتح الله. انا بروح فتح الله هنا من اسكندريه. بصوا، دي الفتح الله الموجوده، دي الطحينه اللي موجوده هناك، بيعملوها البنات بتقف بيعملوها بالمكن وكده. نفس اللون والله العظيم. وشوفوا طعمها، الريحه قلبت المطبخ، فظيعه. تمام، يلا بينا بقى عشان نخش بقى ايه نعمله. في حاجة انا عكتم الصوت برضو زي الفيديو اللي انا عملته قبل كده، بسبب ان ده استعمال خلاط بس، خلاط ومطحنة، فعشان الصوت ما يتزكوش يعني وكده. فانا ايه حبيت ان انا ايه اسجل. آم، اه ما تزعجوش بالصوت. فانا حبيت ان انا يعني اوريكم كده واختم الصوت بتاع الخلاط خالص، وانا اقعد اتكلم معاكم. تمام، اقول لكم الخطوات بتاعتي ايه. يلا بينا بقى عشان نخش نعمله الحاجات الحلوه ديت. هنحط السمسم الابيض. دي كوبايه انا موحداها. بصوا هنطلعوا منه الرطوبه كلها، احنا بس ايه يعني نمشوا كده ايه على النار شويه عشان الرطوبه تطلع كلها. تمام. بصوا هنفضلوا كده نقلبه كده فيه. طبعا الحاجه دي بقت غاليه جدا بره، الطحينه دي بقت فظيعه، اسعارها جامده قوي. وبعدين مش ممكن تجوها متبقاش كويسه ومش حلوه، يعني لو جربتوا دي بطريقتي تحفه. بصوا انا عماله اقلب اهو، ياخد له بس ايه زي تشميعه كده اهو، مش نحمصوه لا، كده خلاص. بصوا زي ما انتوا شفتوا هنفضيه بقى بالمنظر ده كده، يفضل كله. انا مش عايزه افصل الفيديو والله معاكم. يلا الدنيا عماله تبصوا يقع مني. يلا زي ما انتوا شايفين كده هنفضيه اهو، كله سمسم القرش. هنحمص الحاجات اللي بعده. يبقى دي كوبايه كده. جبت برضو كوبايه دقيق، وعلى في نفس الطاسه برضو على النار كده، وبرضو ايه نطلعه منها الرطوبه. انا مش عايزه اكتر من كده، يعني خدوا برضو تشميعه كده اهو، زي ما بيقولوا بنشمع الحاجه وتكون الطاسه سخنه قوي. ده انتوا بقى ايه طحينه بقى فظيعه. انا على طول باكلها من غير ما اعمل، غير ما اعملها، من غير ما احط عليها اي مكونات. احب طعمها قوي، يعني طعمها حلو. بصوا كده، مش عايزين لونه يتغير ولا حاجه، بس مجرد الرطوبه تطلع بس كده. انا مطيه على النار على فكره، مش معلياه، زي ما انتم شايفين كده. هنا كوبايه سمسم اللي هو المحمص اللي هو الاحمر بقى عادي، نفس برضو الكوبايه عليها كوبايه سوداني. يبقى انتوا كده كوبايه دقيق وكوبايه سمسم ابيض وكوبايه سمسم الاحمر ده وكوبايه سوداني. بصوا هنشمعوهم برضو كده مع بعض بالمنظر ده كده، كل حاجه على النار. لان الاستعمال بقى الجاي بقى المقاطع التانية هتلاقوها كلها خلاط ومطحنة كده اهو. هنفضل نقلب برضو فيه، لازم نقلبه عشان لو سيبناه السمسم هيتلسوع من تحت، اللي هو ايه زي يتحرق. بصوا نفضلوا نقلبه كده فيه. بفضل اقلب انا كده. الحاجات دي على فكرة بتنفع قوي في البيت، تعملوا بيها اي حاجة. الطحينة حلوة قوي.
بصوا كده بالمنظر ده. نفضل نقلب ايه طولت شويه معلش كده. خلاص انا قفلت النار. هنيجي بقى نفضي جد مرحله الخلاط. خلاص البوتاجاز كده خلص. هنيجي بقى للخلاط، هنحط السمسم الابيض كله في المطحنه. بصوا بقى هنطحنوه لغايه ما نخلوه يبقى عجينه. عارفين لغايه ما احنا خلاص عجينه الزيت بتاعه طالع بالمنظر ده عشان ينعم خالص. هنيجي نحطوه. بصوا بقى كده وايه، وانا هوريهولكوا بعد شويه بس يخلص. بصوا عمال ايه، بسم الله ما شاء الله كده. هو تحفه. بصوا هو ابتدى اهو خلاص. انا عماله اقفل وافتح عشان لو في اي حاجه في الجناب تنزل. بصوا كده عشان نجيب اللي فوق تحت اللي تحت فوق اهو. انتوا اكيد شايفينه معايا. بجد قوموا اعملوا الوصفه دي. حتى لو بصوا في ناس كتير تقول لكم لا ده هو بمكون واحد ومش عارفه ايه. لا 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 مفيش الكلام ده. دي طريقه المصنع بالظبط وتحفه تحفه تحفه بجد. بصوا بقى عجينه خالص. هنحط احنا كده بقيه السمسم الابيض اهو. انا ماشيه معاكم اهو خطوه خطوه. انا مش عايزه افصل لغايه ما ايه اخلص لكم الكميه. بصوا كده هنفضي بقى كده المعلقه. مش عامله معايا بسرعه اهو. كده اول حاجه السمسم اهو الابيض خلصناه. برضه هنطحنه الكميه الباقيه كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله الريحه اصلا طالعه بتاعت السمسم لما اتطحن. بصوا كده. بصوا هنا بقى السوداني مع السمسم الاحمر. ده اللي انا بوريهولكوا اللي انا ده اللي حطيته. ده بقى اللي ريحته ايه ما اقولكوش، ريحته فظيعه. بصوا بقى عجينه. انا فضلت اطحن فيه لغايه ما السوداني الزيت بتاعه طلع. بصوا كده بس اعملي يتعجن. بصوا كده بسم الله ما شاء الله الريحه رهيبه. بصوا عامل ازاي. بصوا بقى عجينه خالص. انا لا وده طعمه بقى فظيع متحمص هو والسوداني اصلا حلو قوي. على فكره السمسم ده نوعه اصلا نضيف. انا جايباه من عند خليل الحلواني اللي في بكوس. اكيد بقى اللي هنا في اسكندريه عارفينه طبعا. خليل الحلواني ده معروف. بصوا جميل جدا حاجته نضيفه قوي. فنزلت انا رحت جبت من عنده الحاجات دي او بضرب بقيه الكميه بقى. بصوا كده طبعا نطحنهم بقى دول عشان خلاص دي اخر حاجه اهو بالمنظر ده. هنحطوا بقى كوبايه الزيت. مش يقولوا بقى الزيت ينزل سرسوب. لا 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 مفيش الكلام ده. هتحطوا كوبايه الزيت تمام. وهتحطوا بقى المكونات دي كلها. يبقى احنا من كل حاجه كوبايه. كوبايه سمسم ابيض، كوبايه سمسم احمر، كوبايه سوداني، كوبايه زيت، كوبايه دقيق بس. بصوا بقى وهتشوفوا احلى طحينه. احنا كده بننزل الكميه كلها اهي بتاعتنا. بصوا كده هنضربها ايه في الخلاط بقى. حطوا كل حاجه على بعض بس انا مستنيه بس كلهم يتجانسوا كده وبعد كده اروح حاطه ايه الدقيق اهو كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تحفه. بس نفضل نضرب كده نفضل نضرب. المنظر ده اللون بتاعها تحفه. دي بالظبط نفس اللون اللي بشوفه عند في فتح الله. اما البنت تيجي تقول انت عايزه طحينه وبتاع والله نفس اللون. بصوا جميل جدا. بس لسه كده طبعا خفيفه انا مش عايزاها كده. بصوا كده هنيجي بقى هنحط الدقيق. دي برضو كوبايه دقيق بنفس الكوبايه. على فكره كل المكونات دي بنفس الكوبايه بتاعت الزيت. يعني اي كوبايه عندكم توحدوها تمام.
بص نزلنا الكوبايه كلها عشان ده كل ده معيار. على فكره دي الطريقه الاصليه يعني مش هتلاقوها، فبجد امشوا على المقدار بتاعي بالظبط هتطلع لكم احلى طحينه. اللي عايز يضاعف بقى براحته. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، نفضل نضرب بقى كده فيها اهو بالمنظر ده. يلا نضرب نضرب كده، نقعد نضرب بقى فيه، لازم يضرب شويه حلوين عشان طبعا كله يتجانس مع بعض بقى ويدينا القوام اللي احنا عايزينه. انا ولا زودت دقيق ولا زودت زيت، هي المعيارات اللي انا قلت لكم عليها هي دي كلها اللي حطيتها في الخلاط. تمام. بصوا كده خلاص. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، يا خرابي على الريحه، فظيعه 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 بجد. حد بقى ايوه بقى لو في شويه عسل اسود بقى وتحطوا عليه شويه طحينه، يا خرابي، وحته فشيره كده مشلتته. انا جوعت. انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي. بصوا بقى هنا انا بفضيه، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، وبصوا ناعمه ازاي، وبسم الله ما شاء الله فظيعه في الريحه. بصوا كده البرطمان ده على فكره كيلو. تمام. بصوا يعني عمل لي البرطمان ده يعني يعتبر 2 كيلو الا ربع او كيلو ونص، لا 2 كيلو الا ربع عشان انا نزلت كل الحاجات اللي في الخلاط ديت، لا كيلو ونص. كمان عايزه هنا اوريهولكوا، بصوا من قريب انا بوريهولكوا عامل ازاي. بصوا المنظر فظيع بجد، فظيع فظيع فظيع. يا ريت بقى بصوا تقوموا تعملوا الطريقه بتاعتي وتعملوا لي لايك حلو وكومنت كده، الكومنتات كل عسل. واللي ما اشتركش عندي في القناه بقى يشترك، وقوموا جيبوا الحاجات واعملوها على طول.